في الصباح الجبلي الملبد بالعزم والإصرار انطلقت مسيرة الكرامة من أعالي آيت بوغماس. رجال من أكثر من 27 دوارا حملوا الوطن في قلوبهم والحق في أقدامهم. ساروا على صمت الجبال وعلى صدى أمر لا يموت. لم يحملوا غير رايات المغرب وصور الملك ولافتات كتبت بالنبض لا بالحبر: لا تراجع عن حقنا في الكرامة والتنمية. ساكنة آيت بوغماس خرجت لتقول كفى من التهميش، كفى من العزلة، كفى من سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة والجهات الوصية على هذا الإقليم، لأن ساكنة آيت بوغماس هي راه جزء من هذا المغرب هذا. كانت القافلة تمضي كأنها حج نحو الحياة، تتحدى حرارة الشمس وقسوة التضاريس. خلف كل خطوة حلم بمستوصف ينبض بالحياة، بطريق تفتح أبواب الشتاء، بمدرسة تحمي مستقبل البنات والأبناء، وبشبكة تمكن الصلة بين الإنسان والعالم. في لحظة فارقة التحق رئيس الجماعة خالد تيكوغين بالصفوف، لا كمسؤول بل كابن لهذا التراب، يمشي معهم لا أمامهم في انصهار نادر بين السلطة والوجدان الشعبية. والله ما نفرط أنا في هذا الناس هذو، ما حد ينهز مسؤوليتهم ولن أفرط في كرامتهم، ولن أتنازل حتى يستقبلهم من هو في مستوى شرف وعزة ساكنة جبل آيت بوغماس. وصل صوت الجبل وبلغت المسيرة نسبيا مقصدها، فكان التجاوب سريعا من عامل الإقليم الذي استقبل ممثلي المسيرة واستمع إلى مطالبهم. بارك الله عليهم، داروا ديك الشيء من الألف إلى الياء كما يتوجب، قمة الوعي، نعطيهم حقهم. لقد كسب سكان آيت بوغماس خطوة أولى في طريق طويل، مبرهنين أن الحق فعلا ينتزع ولا يعطى، يؤخذ بالكلمة والموقف والهدوء الصارم. لكن يبقى سؤال الحارق في ذهن كل مشارك: هل سيتحول هذا الصوت إلى فعل؟ وهل ستستجيب السلطات لأبناء الجبل الذين مشوا على أقدامهم فقط ليقولوا: نحن هنا نستحق الحياة؟